قصتنا اللي هنحكيها النهاردة أحداثها حصلت في محافظة دمياط، وبالتحديد سنة 2019. والقصة ابتدت لما الأب والأم انفصلوا، وكان عندهم 3 أطفال. فارس الكبير عنده 7 سنين، وقمر 6 سنين، ومحمد طفل عنده شهور، طفل في مرحلة الرضاعة. وطلب الأب إن ولاده يعيشوا معاه. عاشوا الأولاد مع جدتهم في بيت العيلة علشان تاخد بالها من تربيتهم، وبالأخص إن والدهم بيشتغل فترات طويلة علشان يلبي احتياجاتهم. وبعد فترة قصيرة يتجوز الأب من ميار عوض، واللي ما يعرفوش الأب إنه اتجوز من شيطانة ماشية على الأرض حرفيا، وهتكون السبب في دمار ليه ولولاده. وبعد وفاة الجدة يعيشوا الولاد مع مرات أبوهم الجديدة، وكان دايما والدهم بيقضي أوقات طويلة في شغله. وكانت ميار بتعذب ولاده بطرق كتير. كانت إنسانة معدومة الرحمة، لدرجة إنها كانت بتعذب محمد الطفل الرضيع، ولما كان يظهر عليه التعب والألم كانت تقول لوالده أكيد وقع وأنا في المطبخ أو إخواته ضربوه. وكان بيصدقها لأنها كانت بتتعامل معاهم كويس جدا وهو موجود. ممثلة بارعة. وطلبت الأم إن طفلها محمد يعيش معاها لغاية ما يكبر شوية. وفعلا راح محمد يعيش مع والدته، وده كان من حسن حظه إنه يعيش بعيد عن ميار مرات أبوه، ويترحم من عذابها ليه، ويفضل في البيت فارس وقمر. وعاشت قمر مع مرات أبوها 4 سنين، وميار بتعذبها بكل الطرق بدون رحمة، خصوصا بعد ما خلفت بنتها. إنسانة فعلا معدومة الضمير. ولأن هم كانوا عايشين في بيت عيلة، كان ساكن في الشقة اللي تحتهم عمهم أخو والدهم، وكان دايما بيقول لأخوه إن ميار بتعذب وتضرب ولاده، وبالذات بنته قمر. وقمر ما كانتش بتقول حاجة لوالدها عن اللي بيحصل، لأن ميار كانت بتهددها إن لو قالت لوالدها هتحط له سم في الأكل ويموت. ولأن البنت كانت بتحب أبوها جدا ما كانتش بتقول له حاجة علشان خايفة عليه من ميار. وكانت قمر دايما بتشتكي لعمها من اللي بتعمله معاها ميار، من ضرب وتعذيب وإهانة. وابتدى عمها يحس إن ميار إنسانة مش طبيعية، وإنها مش شبههم. وكان دايما بيتخانق مع أخوه بسبب اللي بتعمله ميار مع الولاد، وبالذات الطفلة قمر. وكان أخوه مش بيصدقه وبيقول له أنت مش بتحب ميار من ساعة ما جت البيت وعايز تخرب البيت، وخصوصا إن دايما بيشوف ميار بتتعامل كويس مع ولاده وهو موجود. وكانت ميار بتعرف تأثر عليه، ودايما تقول له أخوك بيكذب لأنه ما بيحبنيش من ساعة ما جيت البيت، ومش عايز عمار ليك ولا لبيتك. وللأسف ابتدى يصدق إن كلام أخوه ونصيحته ليه المقصود منها خراب البيت. وبعد فترة في بداية سنة 2023 بالتحديد تاخد ميار قمر وتقطع ليها تذكرة وتركبها القطر، وتقول لها ما تنزليش منه خالص. وسابتها ومشيت. وكانت الطفلة المسكينة قاعدة تعيط في القطر لوحدها. شافها واحد في القطر وسألها بتبكي ليه، فقمر حكت له كل حاجة بالتفصيل. ولأجل الحظ يكون في واحد في القطر يعرف أبو قمر، واتصل بيه وخد البنت ووصلها عند أبوها. وبعد ما عرف عم قمر باللي حصل اتخانق مع أخوه وقال له أنا مش مطمن على البنت مع مراتك وخايف عليها، فهاخدها تعيش عندي مع ولاد. وافق الأب بصعوبة لأنه بيحب بنته قمر جدا، خصوصا إن أخوه ساكن في الشقة اللي تحتيه في بيت العيلة. وده السبب اللي خلاه يوافق، لأن بنته مش هتكون بعيدة عنه وهتكون في نفس البيت. وللأسف الأب كان مصدق ميار لما قالت له إن قمر راحت محطة القطر لوحدها. طب إزاي يصدق ومنين جابت قمر تذكرة القطر؟ للأسف تحس إن الأب كان مغيب. وميار قالت لأبو قمر إن هي حاسة إن أخوه هو اللي قال لقمر تقول كده، لأنه ما بيحبهاش وعايز يخرب البيت. وراحت قمر عاشت عند عمها 4 شهور كاملين، وبان عليها الفرق النفسي والجسدي، وحالة البنت اتحسنت كتير. وكل الناس لاحظوا عليها تغيير كبير من ساعة ما بعدت عن ميار، اللي كانت بالنسبة للبنت آلة تعذيب. ركزوا في الأحداث اللي جاية لأنها أصعب بكتير من كل اللي فات. وفي مدة ال4 شهور كانت قمر كل يوم الصبح تروح فرن العيش اللي كانت قريبة من البيت، تجيب شنطتين عيش، شنطة لبيت عمها والشنطة التانية بتطلعها الميار في بيت أبوها. وبعد شوية كانت مرات عمها بتجهز الفطار، وقمر تاخد الفطار توديه لعمها في الورشة اللي قريبة من البيت. ويجي يوم الكارثة،
ويلاحظ عم قمر إنها اتأخرت وما جابتش الفطار زي عادتها، فيتصل بمراته يسألها قمر ما جابتش الفطار ليه، فقالت له إنها فاكرة إن قمر معاه في الورشة. فقلق عمها عليها جدا وجري على فرن العيش يسأل عليها. قالوله في الفرن إنها جت أخدت العيش من بدري ومشيت. وهنا عمها ابتدى يحس بالخوف والقلق أكتر، ودور عليها في كل مكان في الحي اللي هم ساكنين فيه وموصلش لأي حاجة عن البنت. طلع على البيت عشان يتأكد بنفسه روحت ولا لأ، وأول ما وصل البيت لقي كيس العيش قدام شقته بس قمر ملهاش وجود. فقال أطلع أشوفها عند ميار، وهو بيطلع ناحية شقة ميار اتصدم من الكارثة اللي شافها وما كانش متمالك أعصابه من اللي شافه. شاف الدم مغرق السلم وقمر مدبوحة وجسمها مقطوع نصين، وفي آثار تقطيع في مناطق كتير في جسمها وأحشائها كلها خارج جسمها. وشاف إن الدم واصل لحد باب شقة ميار. قعد يخبط على الباب لحد ما فتحت ميار الباب بكل هدوء واتهمها بقتل قمر وإن هي اللي عملت فيها كده. ردت ميار وقالت له أنا كنت نايمة ومعرفش حاجة عن كل اللي انت بتقوله. وأول ما شافت منظر قمر على السلم قعدت تبكي وتصرخ صراخ شديد وتحضن فيها، وقعدت تقول دي أكيد سرقة أعضاء علشان أحشائها كلها خارج جسمها. في الوقت ده بلغ عمها رجال الشرطة ووصلوا بسرعة، وكان معاهم رجال البحث الجنائي. ورجال الشرطة ابتدوا ياخدوا أقوال الشهود وأقوال الناس والجيران اللي قريبين من مكان الجريمة، وأخدوا أقوال عم قمر واللي أكد لهم إن ميار هي اللي عملت الجريمة البشعة دي. ودخلوا رجال البحث الجنائي ورجال الشرطة شقة ميار وشافوا آثار الدم في الصالة وفي المطبخ والحمام، وفعلا لقيوا السكينة اللي تمت بيها الجريمة موجودة في الشقة. وقبض رجال الشرطة على ميار وحاولت بكل الطرق إنها تقنعهم إن الجريمة دي سببها تجارة أعضاء. وبعد أقوال الشهود إن هي كانت بتتفنن في تعذيب الطفل قمر وحصروها بالحقائق على لسان الشهود، انهارت ميار واعترفت بالجريمة وقامت بتمثيل الجريمة من البداية. ودلوقتي هتعرفوا بشاعة الشيطانة ميار بالتفاصيل اللي هنحكيها. وقالت إنها بتخطط لقتل الطفل قمر أديلها أكتر من أسبوعين، وجي يوم التنفيذ وقالت إنها بتخطط لقتل الطفل قمر أديلها أكتر من أسبوعين. وجيه يوم تنفيذ الجريمة الطفلة كالعادة طلعت تديها كيس العيش، واستدرجت البنت في الشقة بحجة إنها تقعد مع أختها من أبوها. وأول ما دخلت الطفلة كانت محضرة بطاطين وابتدت في خنق الطفلة المسكين لحد ما أغمى عليها وذبحتها بدون رحمة ولفتها في البطاطين وخدتها على الحمام. وكانت محضرة أكياس بلاستيك علشان كانت خطتها إنها تقطع البنت إلى أجزاء وتحطها في أكياس وترمي جثتها بعيد علشان تبعد الشكوك عنها. ومعرفتش تعمل كده لأن السكينة كانت صغيرة وضعيفة وما قدرتش تفصل العظم عن بعضه، فقررت إنها ترمي جثة قمر على السلم بالشكل البشع ده على أساس تبان إن ورا الجريمة تجارة أعضاء. وابتدت بتنظيف الشقة من آثار الجريمة، ويشاء القدر إن الكهرباء تقطع. وندها على قمر ابن عمتها لأن عمتها كانت عايزاها ضروري، وارتبكت ميار جدا وحاولت تنظف المكان، لكن موتور المية العمومي في البيت كان فاصل بسبب الكهرباء المقطوعة. فشالت جثة البنت ورمتها قريب من شقة عمها وحطت جنبها الشبشب بتاعها وكيس العيش، وده على أساس إنها ما شافتش قمر اليوم ده نهائي. فعلا شيطانة متجسدة على هيئة بشر. والله يرحم الطفل قمر ويرحمنا جميعا من شر ناس حوالينا ومنعرفش عنهم حاجة. ألتقيكم على خير في القصة القادمة.